بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم تاني في قناة بورصة ترند. النهاردة تاريخ 14/6/2026. هنحلل مع بعضينا كده شوية من الأسهم المصرية اللي عندنا وإيه الفرص اللي ممكن تتاخد الأسبوع ده. طبعا إحنا في بداية الأسبوع فبدأنا نشوف بعض التحركات الإيجابية من بعض الأسهم، فهنتكلم مع بعض كده إيه الفرص اللي ممكن نخش فيها لو عندنا فرص شرائية، فرص مضاربة وخلافه. هنتكلم النهاردة عن إن شاء الله 4 أسهم. منهم أسهم كنا وصلنا بيها من الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله ماشية كويس جدا جدا، وفي أسهم تاني ليها فرص ممكن نشوفها الأسبوع ده. والكلام ده برضه هيكون متقسم على فيديو تاني، لأن فيديو تاني هنكمل فيه بعض الأسهم التانية. غير لو حضراتكم عندكم أي اقتراح لأي أسهم معينة عايزين نحللها يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. في فيديو تالت قوي جدا 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 هينزل هنتكلم فيه عن تحليل الذهب. بما إن النهاردة يوم الأحد 14/6، فإن شاء الله بكرة يوم الاثنين السوق العالمي هيفتح وهيبدأ يتسعر معانا سعر الذهب، فهنتكلم عن أبرز المناطق اللي ممكن نشتري منها ذهب وإذا كان هو صالح للشراء الفترة الجاية ولا لأ. نبدأ كده على بركة الله بإذن الله. هنتكلم في أول سهم عندنا سهم ماري دايف، ده كنا نزلنا له تحليل الأسبوع اللي فات فعلا بناء على طلب أحد المتابعين عندنا، فنزلنا له تحليل وكان موجود في منطقة شرائية كويسة، أو كنا مستنيين يوصل منطقة شرائية كويسة. بالفعل وصل المنطقة دي على يوم الخميس اللي فات، وبداية من افتتاح الأسبوع ده الحمد لله محقق أرباح كويسة جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل هنا نزوم أكتر. كان السهم عندنا قلنا مستنيين إن هو ينزل منطقة شراء ما بين 0.466 لحد 0.458 جنيه، ودي منطقة الشراء الأولى، بحيث إن هو لو كانت ده أي إشارات إيجابية ندخل بالشراء. وفعلا كان أول ما وصل المنطقة دي ادانا شمعة على فريم الساعة، شمعة شرائية قوية، وحصل إن في مؤشر ال RSI بتاعنا هو القوة الشرائية بدأ يخترق الموفينج افريج اللي هو متوسط السعر اللي بالأصفر ده، ودي إشارة قوية جدا. في نفس الوقت بدأ يخش أحجام تداول عالية. لو غيرنا دي لفريم الساعة هنلاقي إن هو بدأ يخش عندنا أحجام تداول قوية جدا جدا بنسميها فوليوم. وكانت المنطقة أصلا في منطقة اقل من نص او اقل من 50% في فيبوناتشي اللي هي المنطقه الذهبيه للشراء. وحصل عندنا فعلا ارتداد قوي زي ما حضراتكم شايفين كده، فكان ممكن اي حد يبدا يكسب او يجني بعض من الارباح. طلعنا 2% ومن الهدف الاول اللي احنا مستنيينه 5%، ونطلع تاني لحد 10%. انا شخصيا كنت شاري المنطقه دي، واللي انا عملته ان انا شلت 25% من الاسهم بعتها على مكسب 2% النهارده، وسايب الباقي زي ما تقولوا كده وقف الخسارة حطيته على الصفر، بحيث ان السهم لو نزل تاني انا كده مش خسران حاجة. ومستني السهم ياخدني مش لحد 5%، بصراحة انا مستني لحد ما ياخدني 10%. هنيجي عند 5% دي ممكن اشيل 25% تانيين واسيب باقي اسهمي او باقي المركز بتاعي لحد 10%. ده كده سهم ماري دايف كنا حللناه فعلا وقلنا التوصية دي، والحمد لله هي ماشية كويس جدا. ولكن برضو لسه في اوبشن ان السعر يجي من عند المنطقة دي ويصحح تاني لحد منطقة الشراء التانية. فانا حطيت الستوب لوس بتاعي وقف الخسارة بتاعي عند منطقة دخول. كده انا يعتبر كسبت 2%، وضامن ان شاء الله مش هيكون عندي خسارة. تاني سهم هنتكلم عليه، السهم ده بقاله فترة مطول معانا فعلا، سهم بتاع القاهرة للزيت والصابون. السهم ده كنا اداله تحليل من الأول دخول منطقة هنا قبل ما المنظر ده يتكون، وخدنا فعلا السعر معانا لحد المنطقة الدعم الأولى دي كانت 12%، أو منطقة العرض الأولى دي كان 12% ربح فعلا، وكنا حجزنا منه 50%، ووقفنا أو حطيناه في خسارة عند 50%. لحد اللي حطيناه في خسارة أنا مؤاخذة لحد عند الصفر في اللي هي نقطة الدخول عند الصفر، بحيث إن أنت ما تكونش خسران أي حاجة. السهم رجع رد بسبب الأخبار اللي حصلت الأسبوع اللي فات دي، ورد ردة جامدة. بس بالنسبة لي أنا ده كان منطقة تعزيز شراء، لأن هو ما كانش لسه اختبر منطقة الشراء الأولى ولا الشراء التانية وصلنا لها. طبعا برضو السهم ده ليه تحليل موجود عندنا في الصفحة، للناس اللي ما شافتوش ممكن تخش تشوفه. فأنا كنا حاطين وقف الخسارة بتاعنا تحت المنطقة دي، وهو لسه ما وصلهاش تاني. فاحنا كده لسه ماشيين في السليم. المنطقة دي منطقة تعزيز، انا شخصيا ما دخلتش منطقة تعزيز تاني لان انا اوريدي قفلت نص اسهمي هنا، وسايب الباقي يوصل لحد اللي عندنا جنيه 92 او 2 جنيه 24. فانا مستنيه يوصل لحد المنطقة دي. اخدت حجزت 50% من اسهمي عند 12% ربح، وسايب الباقي يكمل، بحيث ان هو لو خسر هيخسرني ولا حاجة، يعتبر خسرني صفر، ولو كسب ادينا مكملين معاه. انا دي الطريقه اللي بحب دايما اشتغل بيها. تالت سهم وده اللي بصراحه مغلبنا جامد جامد جامد، سهم جو جرين للزراعه. سهم جو جرين للزراعه ماشي باحترام كبير جدا جدا لمدارس التحليل، ولكن حركته بطيئه جدا الفتره اللي فاتت.
كنا حللنا ان هو في التصحيح تصحيح الموجة الرابعة، وبعد ما احنا حللنا ان هو خلص التصحيح باتجاه ABC او حركة ABC Simple Correction، بدأ يظهر عندي مشتري قوي جدا 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 في المنطقة اللي حددناها، هي منطقة الدعم اللي تحت دي. وظهر المشتري قوي جدا زي ما حضراتكم شايفين ده. ومن بعدها واحنا داخلين في تصحيح، التصحيح ده استمر تقريبا كام؟ استمر 24 يوم، احنا داخلين في شهر في التصحيح ده. المفروض ان اول ما ظهر عندي المشتري اللي هنا ده، انا اشتريت وحطيت هنا الشراء بتاعي، وفي ساعتها احنا لسه في تصحيح. ولو على تحليل مدارس اليوت فاحنا هتلاقي عندك ان دي اول موجة صاعدة، ده طبعا افتراض ان التحليل بتاعنا سليم زي ما بنقول. فدي الموجة الأولى صاعدة، المفروض إن دي الموجة التانية اللي تبقى تصحيح، فهو بدأ الموجة التانية تصحيح عميق أو مش عميق، بيسموه تصحيح معقد. فأنا منتظر أشوف إيه؟ منتظر أشوف اختراق للقناة السعرية اللي مرسومة دي، عشان كده نبقى خلصنا الموجة التانية، ويبدأ يطلع الموجة التالتة لحد سعر الواحد 35 1.85 لا مؤاخذة، ويرجع يصحح حاجة بسيطة. والتصحيح اللي جاي تصحيح الموجة الرابعة ده مش هيكون تصحيح عميق، هيكون تصحيح بسيط جدا جدا، لأن التصحيح الرقم التاني أو الموجة التانية هو اللي كان جه معقد. بعد كده ناخد السعر معانا ونطلع لحد 32. إذا ما كملناش أكتر من كده لحد الهدف بتاع القمة السابقة اللي فاتت هو 2.88. أنا مبدئيا مستني السعر يخترق القناة السعرية دي. لو اخترق القناة السعرية دي إن شاء الله هنشوفه عند 1.85، نحجز منها جزء من الأرباح، وده هيكون عند تقريبا مكسب 20%. وبعد كده باقي الأسهم هستناها عند 2.40، وده ربح حوالي 45%. وممكن أسيب 25% من الأسهم للهدف الأخير اللي متوقعينه، ده هدف الاستثماري بتاعي. لو عملناها بتحليل الفيبوناتشي، الاكستنشن بتاع الفيبوناتشي، هنلاقي إن إحنا ممكن نجيب الموجة دي كده بالمنظر ده، نقوم جايين عاملينها هنا عايزينها الأهداف، ونعكس دي كده، هنلاقي إن طول الموجة دي يدينا الأهداف المتوقعة ال1 61. دي على أساس إن هي الموجة الخامسة هتكون ما بين 1 لحد 1.618. دي الأهداف المتوقعة للموجة الدفعة الخامسة، فممكن توصل معانا لحد 3.98 أو 4 جنيه. طبعا ده هدف بعيد جدا وممكن ياخد سنين على ما يوصله، فأنا بستنى لحد أول هدف قلنا عليه 1.85، تاني هدف قلنا عليه اللي هو 2.40 جنيه. بس طبعا كل ده بعد ما نخترق القناة السعرية اللي موجودة هنا. وفي حالة ان احنا فشلنا في اختراق القناة السعرية اللي موجودة هنا، التحليل ده يفشل ويكون السهم هابط، ده بكسر المنطقة اللي اتعملت هنا عند 1.35. لو كسرنا 1.35 لأسفل يبقى الترقيم بتاع موجة اليوت ده كان غلط، والسهم كده هابط، ونستنى نشوف فرص أحسن في مناطق أقل. آخر سهم بقى هنتكلم عليه، لأن السهم ده كان في منطقة شرائية قوية جدا 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 الأسبوع اللي فات، هو سهم بنك كريدي أجريفول. السهم ده ماشي بطريقة ال SMC، هو عامل كسر القمة موقعان زي ما حضراتكم شايفين، ادي قمة ادي قاع ادي قمة ادي قاع ادي قمة ادي قاع، وادي القمة الأخيرة اللي اتكونت. وبدأ يصحح ونزل تحت 50%. بعد ما نزل تحت 50% زي ما احنا شايفين بدأ يحصل ايه؟ بدأ يحصل ضعف للبائعين ونخش في حركة عرضية. جينا عند منطقة الدعم اللي هي اتلبست مرة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة وارتد منها، جه في سابع مرة ارتد منها، كسر آخر قمة صغيرة أو قمة فرعية اتعملت. طبعا على فريم الساعة الكسر ده كان كسر بديل شمعة، واحنا منعتمدش الكسر بديل شمعة، ولكن على فريمات أقل فهو كان كسر وإغلاق. وبالتالي احنا كان عندنا هنا دلوقتي فرصتين. الفرصة الأولى إن ممكن يكون ده فعلا كسر والاتجاه هيتقلب والاتجاه هيصعد معانا من هنا، فأنا ممكن تشتري جزء من اللي انت ناوي تخش بيه في السهم. نفترض مثلا تشتري 50% من اللي انت كنت هتشتري بيه كله في المنطقة دي فعلا، لأن انت كده متوقع ان السهم ممكن يغير اتجاهه ويطلع، وده اللي انا عملته فعلا، دخلت ب50% من هنا، ومستنى اشوف كسر تاني مرة تانية للقمة دي اللي هي القمة اللي موجودة هنا اللي هو كونها، عشان يأكد لي ان انا كده واخد السهم وصاعد بيه لفوق. في الحالة دي هنكون المكسب بتاعنا ان شاء الله الهدف الاول عند حوالي 10%، وده متوسط الحركة بتاعة القوة الدفعة أو الموجة الدفعة اللي حصلت، ده متوسطها. وبعد كده هناخد القمة التانية اللي هي آخر قمة اتكونت، المفروض إن هي تكون القمة الضعيفة اللي عند سعر 28.49 بإجمالي ربح إن شاء الله 20%. طيب السيناريو ده لو يفشل أو مش هيفشل، السيناريو ده إحنا ممكن نعزز إمتى؟ لو نزلنا عند المنطقة اللي تحت دي، المنطقة اللي تحت دي على فريم أكبر شوية من هنا، هتلاقي دي برضو منطقة طلب قوية جدا، وكان فيها فوليوم عالي زي ما حضراتكم شايفين على الشمال هنا، كان فيها فوليوم تداول أو حجم تداول عالية جدا المنطقة دي. ممكن نقوم داخلين من المنطقة هنا من عند سعر 22 من 22.58 لحد 22.65 أو 22.60 زي ما بنقول، ناخد المنطقة دي معانا
مكسب، وبرضه هنعزز فيها شراء 50% تاني من السهم وناخد لنفس المستهدفات الموضحة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله في تكملة جزء تاني من الفيديو ده هنتكلم فيها عن أسهم شركات تانية، لأن في فرص قوية جدا موجودة على سهم فوري، سهم طلعت مصطفى، سهم بالم هيلز، بي انفستمنت وغيره. ولو برضو حضراتكم عندكم أي اقتراح يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، عايزين نشوف تحليل لسهم إيه الفترة الجاية، واستنوا فيديو قوي جدا جدا اللي هنشرح فيه حركة الذهب بإذن الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.